ميمونة ديري بالك توقعي يا ماما. ماما مالك دخل. تعرفوا إنه في أشياء لازم نتنبه إلها، لأنه الصوت العالي مش دايما قوة، مرات ترى قلة الاحترام بيكون. في 4 أماكن لازم نحافظ عليها في هدوءنا وما نرفع صوتنا فيها أبدا. أول مكان عند ماما وبابا، هذول الناس اللي تعبوا علينا سهروا وتحملوا عشاننا وتحملوا عشان نكبر ونكون بخير. لما نحكي معهم نحكي بهدوء، بنوريهم قديش إنه إحنا بنحبهم وبنحترمهم. ثاني مكان اللي هو المسجد. بيت الله هو مكان الراحة والدعاء، الناس بتصلي وبتقرأ القرآن فيه، ما بصير إن نرفع صوتنا ونزعج الناس. ثالث مكان اللي هو المستشفى، في ناس هناك موجوعة وتعبانة ويمكن في واحد بيتألم قاعد ترى، أو أم خايفة على ابنها لأنه مريض. ورابع مكان اللي هو في الصف قدام المعلم اللي بيعلمنا وبيدرس فينا العلم والأخلاق، ما نرفع صوتنا عليه أبدا، لأن احترام المعلم احترام العلم نفسه. خلي صوتك دايما هادي، لأن الهدوء مش ضعف، الهدوء احترام وأخلاق وتربية حلوة. ويلا سلام.